نحن لهلأ شكلنا نواة هيئة إعداد الدستور، ناس أيدت، ناس انتسبت وأرسلت السيرة الذاتية، وناس من خارج لبنان من بلاد الانتشار بعتوا لنا السيرة الذاتية لأنه بدهم ينشطوا معنا، والعدد عم يكبر يوم بعد يوم. طيب شو الخطوة الجاي؟ كتير ناس بلبنان تعودوا إنه حدا يقرر وهن يمشوا وراه مغمضين عيونهم، قليل يلي بياخدوا المبادرة، بس هالمرة لا، هالمرة عم نعمل شي نمشي فيه سوا، كتف على الكتف، مش زعيم قدام وشعب وراء. الخطة واضحة ومجزأة خطوة بخطوة. بالبداية رح يكون في ممثلين لهيئة إعداد الدستور بكل منطقة بلبنان، وبكل بلد بالعالم عم يتواجد فيه لبنانيين مغتربين. لقاءات، نقاشات، تواصل مباشر، مش صالونات مسكرة، لأنه مش لازم ننسى أبداً أنه الدستور هو التعبير الخطي عن عقد اجتماعي بيعبر عن وجدان الناس. بعدها لابد من لقاء عام بينتهي هيدا اللقاء بأخذ صورة جامعة تبرز وجوه المشاركين، وخاصة الناس المحبوبين كتير بمناطقهم. وهيدي الصورة بس ناخدها فيها أحلى الوجوه اللبنانية، بنرفقها برسالة فيها أحلى صياغة بتعبر عن أنه سبب مشاكل لبنان هو التخلف الدستوري، ونحن بحاجة إلى الانتقال الدستوري حتى نطوي صفحة التخلف ونلج في مرحلة التنمية، وبذلك تتحقق أهم مقاصد الأمم المتحدة، ألا وهي حفظ السلم والأمن الدوليين، لأن أي دولة متخلفة بتشكل بيئة مناسبة للإرهاب. وبعدها منرسل الصورة الواضحة النقية للوجوه المحبوبة والرسالة المدروسة والمتقنة اللي بتعبر عن حقيقة الحال بلبنان للجهات المانحة حسنة النية، اللي كان لها باع طويل في الانتقال الدستوري بأكثر من دولة بالعالم، مش استعطاف ولا تسول، بل طرح جدي محترم وقانوني. ونحن هون مش عم نحكي لا عن واشنطن ولا طهران ولا باريس ولا الرياض. الخارج بالنسبة لنا هو الجهات المانحة حسنة النية، الأيادي البيضاء يلي ساعدت الدول تنهض بدساتيرها مثل ماليزيا، إندونيسيا، تشيلي، البرتغال، ساحل العاج. دول كانت مثلنا أو أسوأ منا، بس فهمت إنه ما في دولة بلا دستور سليم. نتيجة هيدا التعاون هو إطلاق قناة فضائية 24 على 24، مش دعاية ولا بروباغندا، قناة تثقيف سياسي ودستوري. لأنه خلينا نكون صريحين، وعينا السياسة لا بأس به، بس وعينا الدستوري شبه معدوم. وهون منبلش نحكي عن الحقوق مش الشعارات. في شيء اسمه حقوق اقتصادية أكتر الناس ما سمعين فيه، حقك بشغل لائق وبأجر يكفيك تعيش بكرامة، وإذا بطلت شغل الدولة ما تتركك على الطريق، بل تحتويك وبتعطيك دعم لتحفظ كرامتك وتكمل بحثك عن عمل، لأنه الدولة مش جايبة ضرائب، الدولة أب وأم. بتعرفوا إنه بدول مثل فنلندا والنرويج كبار السن بيوصوا إنه ثروتهم تروح لدعم شعوب العالم الثالث؟ ليه؟ لأنه فهموا إنه التخلف خطر عالمي. الجهات المانحة الصح ما بتعطي سمك، بتعطي شبك وصنارة، وأهم شبك اليوم هو الدستور. والسؤال الكبير، إذا كان التخلف بيولد تطرف، إرهاب وفوضى، وإذا كان نهوض الدول مصلحة إنسانية عالمية، ليه نحن بعدنا قبلانين بدستور بائد مرقع ما بيحمي الإنسان؟ نحن منعرف كيف تنكتب الدساتير الحديثة، العلم موجود، أهل الكفاءة موجودين، يلي ناقص إنه نقرر نقلب الصفحة، لأن ما في قيم ثابتة وواضحة ولا مجتمع حضاري. بفرنسا إيجاليتي فراترنيتي ليبرتي، بأمريكا فريدم. على بساطتها ووضوحها يجب التنصيص عليها، ويجب أن يلتئم وجدان الناس حول القيم وأهم القيم الإنسانية. ختاماً، وبعد رفع منسوب الوعي لدى الشعب سيطرح الدستور النهائي للاستفتاء الشعبي ليقول الشعب كلمته الفصل بمحض إرادته. نحن مش شعب فاشل، نحن شعب بلا عقد اجتماعي بين الناس. نحن عم نكتب دستورنا لنكتب مستقبلنا، من الشعب وللشعب وبالشعب.